حساب مجاني للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده قبل أي حاجة اشترك في القناة وفعل الجرس، اللايك الجميل بتاعك. النهاردة يا صاحبي أنا قررت أعمل حاجة ممكن تكون شايفها مجنونة شوية، ولكن أنا قررت الأكاونت بتاعي اللي أنا بلعب بيه الأساسي أعمل عليه مسابقة وهأديه لواحد من إخوات المتابعين. كل ما عليك إن أنت تشترك في القناة وتفعل الجرس، اكتب كومنت جميل، وإن شاء الله لما نوصل 300 مشترك، إحنا حاليا 244، لما نوصل 300 مشترك هختار حد من الكومنتات عشوائي وهدي الأكاونت ده. ممكن يكون الأكاونت بالنسبة لك مش قوي، ولكن هو ده بتاع الأكاونت الأساسي اللي أنا بلعب بيه. حاجة كده حبيت أفرحكم بيها زي ما أنتم بتفرحوني، ولكن اشترك في القناة وكومنتك ويلا بينا نستعرض الأكاونت. طبعا دي التشكيلة الأساسية زي ما أنتم عارفين. يعني عندك الحارس مجنن، حارس أسطوري جدا يا جدعان، من أقوى وأفضل الحراس اللي أنا لعبت بيها في اللعبة، بيشن في ماتشات كتيرة جدا، يعني حاجة جامدة جدا بصراحة. عندك كانسيلو ده اندر ريتد جدا يا جدعان، اللي بي ار بي يلعب معاك، يعني ار ام اف، حاجة جامدة جدا هجوميا ودفاعيا. عندك ديليخت بيلد اب اسطوري، طبعا كلنا واخدينه مجاني، حاجة جامدة جدا بصراحة في الدفاع. بعد كده عندك اكانجي ديستروير، حاجة والله أنا جربته جميل جدا يا جدعان، يعني ممتاز أكانجي بصراحة. عندك بعد كده أرنولد، ألكسندر أرنولد، يعني أندر ريتد جدا، يلعب معاك ار ام اف، حاجة جميلة جدا. عندك برونو جماريش أنكور مان، بالنسبة لواحد أنكور مان بيعرف يباصي، فدي حاجة جامدة جدا، فممتاز جدا معايا. عندك لويس دياز، يعني يا جدعان لويس دياز ممتاز جدا، سرعه وفينش وحاجه ممتازه جدا بصراحه. عندك كارلوس سوليرا يا جدعان، الواد بتاع باريس، حاجه جامده جدا. هو نسخه ار بي ولكن انا حاطه في الار ام اف، بستخدمه كسرعه وعرضيات ومرتدات، حاجه جامده. عندك بيلينجهام الهول بلاير، كارت اسطوري، باصات بقى وسرعات، وعندك فينش ارتوهات، حاجه جامده جدا. طاقات دفاعيه كويسه برضه. عندك امبابي نسخه الهول بلاير اللي هي صانع اللعب، بقى امبابي معروف سرعه وفينش، وعنده الباصات في النسخه دي جامده جدا، فكارت اسطوري لمبابي. عندك رونالدو، اقوى واسرع كارت لرونالدو يا صاحبي، حاجه جامده جدا، فينش بقى وهيدر، حاجه اسطوريه يا جدعان. رونالدو مش محتاج كلام. فده يا جدعان بالنسبه للتشكيله الاساسيه. عندك الدكه بره، عندك ميسي طبعا مش محتاج كلام مع الجميع. عندك داروين نونيز النسخه دي جامده جدا، وعلى فكره نونيز نسخه قليله جدا في اللعبه، فنسخه جامده جدا. عندك جارناتشو، النسخه دي من جارناتشو كويسه جدا، تستخدمها بقى كسرعه، حاجه جامده جدا يا جدعان في السرعه بالطياره. عندك جيريمي دوكو سرعه برضه نفس الحكايه، ولكن دوكو عنده الكير اللي عالي شويه، وممكن تكون العرضيات عنده مظبوطه شويه بينه هو وبين جارناتشو ما بيعرفش يرفع اصلا، لكن دوكو كويس شويه. عندك جريزمان النسخه دي يلعب معاك سي ام اف، طبعا صانع لعب اس اس مهاجم. جريزمان من اللعيبه المظلومه جدا في اللعبه يا جدعان. عندك دارميان، عايز اقول لك من اقوى اللاعيبه في اللعبه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اهو يا صاحبي، هجيب لك الخريطه بتاعته، والراجل ده يلعب معاك ال بي ار بي. بص كده الخريطه، ال بي ار بي مدافع، ار ام اف، ال ام اف، انت عايز ايه تاني؟ يعني حاجه جامده جدا واداؤه اسطوري يا جدعان. عندك الواد تشيربي، كارت جامد جدا بيلد اب، انا كنت بستخدمه بديل ديليخت. فدي كان بالنسبه للتشكيله والدكه. ممكن تكون شايف الاكونت مش احسن حاجه، ولكن ده اللي انا كنت بلعب بيه الاساسي. عندك النسخه دي من امبابي. عندك برضه بره يا صاحبي بلينجهام، النسخه دي بتاعت عقود الترشيح. عندك طبعا نيمار، اكيد مع الجميع نيمار يعني. عندك يا صاحبي ده اللعيبه اللي قدامك، يعني هو ده الاكونت اللي انا كنت بلعب بيه الاساسي. عندك طبعا لوكاتيلي كنت بلعب بيه في الدي ام اف. عندك برضه شويه لعيبه بيزك، شويه لعبه بتاعت التحديات اللي هي بتاعت الكوينز، احداث الكوينز، لعبه يابانيه على مكسيكيه على برازيليين. فده الاكونت بتاعي يا صاحبي اللي انا كنت بلعب بيه. حبيت ان انا افرحكم زي ما انتم بتفرحوني. اول ما اوصل 300 مشترك اختار واحد من الكومنتات، يبقى انت كل ما عليك ان انت تعمل ايه؟ كل ما عليك دلوقتي عشان تاخد الاكونت ده ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس، تدوس لايك جميل، اكتب كومنت جميل يا صاحبي. هختار واحد بعد ما نوصل 300 مشترك زي ما قلت لك، اختار واحد من الكومنتات اديه الاكونت ده. ممكن تكون حاجه بسيطه، اكونت مش اقوى حاجه، ولكن ده المتاح معايا، ده اللي انا كنت بلعب بيه الاساس.
فزي ما قلت لك يا صاحبي بقولها لك تاني، انا يا صاحبي برد لكم الجميل زي ما انتم بتفرحوني انا بفرحكم. لايك واشتراك. اول ما اوصل 300 مشترك يا جدعان خلاص هختار واحد من الكومنتات هدي له اكونت ده مبروك عليه. فبس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. اشوفك في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.